أهلا بيكم يا أمارات في فيديو جديد. والنهاردة هنقعد ندردش مع بعض دردشة طويلة ومهمة جدا من القلب عن كل حاجة تخص العودة يا مدرسة. هحكي لكم عن كل العك والأخطاء اللي كنت بعملها زمان وأنا صغيرة، واكتشفت بالخبرة والتجربة ازاي نصلحها ونبدأ سنة جديدة وناجحة بكل هدوء وراحة بال. هاتي بقى مشروبك المفضل ويلا بينا نقعد ونحكي بالتفصيل الممل. عارفين يا جماعة، أنا زمان أول ما كان يبقى فاضل أسبوع على المدرسة كان بيجيلي حالة توتر ورعب مش طبيعيين. كنت بقعد أفكر في كمية الواجبات والاستيقاظ بدري والمدرسين، وكان عقلي طول الوقت شغال في سيناريوهات مرعبة. كنت ببدأ السنة وأنا أصلا مجهدة نفسيا ومستهلكة، لكن مع الوقت والتجربة اكتشفت إن كل التوتر ده كان سبب إن مفيش خطة ولا تهيئة نفسية صح. أول حاجة لازم تعمليها دلوقتي إنك تقعدي مع نفسك قعدة صريحة، امسكي ورقة وقلم، ومش لازم أجندة غالية، أي كشكول بسيط عندك، حتى ورقة اكتبي فيه أنا السنة دي عايزة أطلع بإيه. بلاش نظام أنا هبقى الأولى على المدرسة وأذاكر 15 ساعة في اليوم، لأن دي أهداف خيالية وبتجيب إحباط. اكتبي أهداف واقعية جدا، زي مثلا السنة دي هحاول مراكمش الدروس، هحاول أتحسن في مادة الإنجليزي، هحاول أعمل صحاب إيجابيين. ولما تكتبي الأهداف دي خبي الورقة في مكان بتشوفيه كل يوم. وصدقيني بلاش تصدقي الفكرة اللي بتقول إن المدرسة سجن ونكد. اتعاملي مع المدرسة على إنها مرحلة بتكبري فيها، بتتعلمي فيها مهارات جديدة وبتبني شخصيتك. التغيير ده في التفكير بيخليكي تدخلي المدرسة بقلب جامد وبدون أي خوف. تعالوا نكون صريحين مع بعض، أزمة النوم دي أزمة الأزمات. أنا زمان كنت أطنش موضوع النوم ده تماما، وأفضل سهرانة ليلة أول يوم مدرسة لغاية الساعة 4 أو 5 الفجر، وأقوم الساعة 6 الصبح وأنا عيني مش قادرة أفتحها، وأروح المدرسة وحاسة إني دايخة وجسمي كله بيوجعني، وللأسف اليوم كله بيضيع في خمول. عارفة الخدعة فين؟ الخدعة إن جسمنا وساعتنا البيولوجية مش زرار بنضغطه يتغير في ليلة وضحاها. لو قعدتي طول الأجازة بتنامي الساعة 4 الفجر، مستحيل جسمك ينام الساعة 10 بالليل فجأة كده. عشان كده من دلوقتي وعلى مدار الأيام الجاية ابدأي قدمي موعد نومك نص ساعة كل يوم. يعني لو بتنامي 3 نامي 2:30، واليوم اللي بعده 2، واليوم اللي بعده 1:30، واليوم اللي بعده 1، وهكذا. كمان في سر مهم جدا بقيت أعمله فرق معايا جدا: الشاشات، الموبايل والتلفزيون والتابلت قبل النوم بساعة بيخلي المخ يفتكر إننا لسه في النهار بسبب الضوء الأزرق. استبدلي موبايل بكتاب بسيط، أو اقعدي اسمعي حاجة هادية واتكلمي مع أختك أو مامتك. ولما تصحي الصبح افتحي الشباك وخلي ضوء الشمس يدخل عينك. الضوء ده هو اللي بيديك إشارة للمخ إن اليوم بدأ وإنك صحيتي خلاص. أنا زمان كنت باذاكر في كل مكان في البيت إلا المكتب. كنت باذاكر على السرير وعلى الأرض وجنب التلفزيون في الصالة. كنت أستغرب جدًا ليه بعد نص ساعة أحس إن أنا عايزة أنام، وألاقي نفسي سرحت في المسلسل اللي شغال. المخ بيحب النظام والمكان المخصص. لما تذاكري على السرير مخك بيفهم المكان ده للنوم، فيبدأ يفرز هرمونات الاسترخاء وتنعس. عشان كده خصصي مكان محدد للمذاكرة، حتى لو ترابيزة صغيرة في زاوية الأوضة. وقبل ما تبدأي الدراسة اعملي حملة تنظيف وتطهير شاملة للمكان ده. شيلي الملازم القديمة والأوراق اللي ملهاش لازمة، امسحي المكتب، رتبي الأقلام، حطي لمسة جمالية بسيطة جدا زي سرعة صغيرة أو نوت بوك شكلها حلو أو إضاءة دافية. المكان لما يكون نضيف ومنظم بيفتح النفس وبيقلل التوتر جدا، وبيخلي عندك رغبة تقعدي وتنجزي. يا على أزياء المكتب وشراء أغراض قبل المدرسة. أنا زمان كنت بقع في الفخ ده كل سنة. أنزل المكتبة أشوف الكشاكيل والأقلام والأشكال الأنيقة والكيوت، أشتري حاجات بفلوس كتير جدا، وفي الآخر نص الحاجات دي مبستخدمهاش وتقعد مرمية في الدرج طول السنة. اللي اتعلمته بعد كده ان الشراء لازم يكون بذكاء وعقلانية. قبل ما تنزلي افتحي درجك القديم وشنطتك بتاعت السنة اللي فاتت، هتلاقي أقلام لسه شغالة ومقالم سليمة وكشاكيل باقي فيها صفحات ممكن تستخدميها للدروس الخفيفة. اعملي قائمة باللي ناقصك فعلا، كشكول لكل مادة، قلم جاف وقلم تمييز، هايلايترز ومسطرة ومقلمة بسيطة. بالنسبة للشنطة اختاري شنطة ظهر مريحة ودعمتها كويسة عشان ظهرك. بلاش الشنط اللي شكلها حلو بس بتوجع الأكتاف. والتنظيم في الشنطة مهم جدا، خلي الأدوات التقيلة قريبة من ظهرك عشان توزيع الوزن، وتأكدي إنك ترتبي الشنطة كل يوم بليلة حسب جدول بكرة مش الصبح وانت مستعجلة. زمان كنت باعمل وجبة الفطار دي تمامًا، أكسل آكل الصبح، أقول مش مهم هاكل في الفسحة، وكنت أروح على المدرسة وأحس بصداع ودوخة على الحصة التانية، ومبقدرش أركز مع المدرسة إطلاقًا. اكتشفت إن العقل بيحتاج سكر وطاقة عشان يشتغل، طبعًا سكر مفيد مش السكر الأبيض. وأول ساعتين في اليوم هم أهم ساعتين في التركيز. مش شرط تفطري وجبة تقيلة لو مش قادرة الصبح، ممكن كوباية لبن مع تمرة، والتمرة هي المثال للطاقة اللي هي السكر، طبعًا سكر مفيد مش سكر صناعي اللي احنا بناكله ده او بنشرب.
أو شريحة توست مع جبنة أو موزة. أما بقى بالنسبة لللانش بوكس فبلاش نخليه كله شيبسي وبسكوت وسكريات. السكريات بتديكي طاقة سريعة جدا لمدة ربع ساعة، وبعدها بتنزل مستوى السكر في الدم فجأة، فتيجي حالة خمول وكسل، وساعات بيحصل هبوط. خدي معاكي سندوتش بروتين، بيض، جبنة، فول، تونة، ومعاه خيار أو تفاح ومكسرات. وما تنسيش أهم حاجة في الحياة، المية هي اللي بتنعش المخ وبتمنع الصداع والكسل طول اليوم. كنت زمان لما ارجع من المدرسة ارمي الشنطة واقعد على التلفزيون او الموبايل واقول هرتاح ساعة، بس الساعة دي تمد ل5 ساعات، وفجأة اكتشف ان الساعة بقت 9 بالليل وورايا كوم واجبات ومذاكرة. فابدأ اذاكر وانا مضغوطة ومستعجلة، والنتيجة اني مبستوعبش حاجة اصلا وانام متأخر. دلوقتي بقى النظام هو السحر اللي بيخليكي تعملي كل حاجة في يومك وبدون ضغط. لما ترجعي من المدرسة خدي راحة حقيقية لمدة ساعة او ساعة ونص. لو تعبانة جدا نامي هي نص ساعة بس، غيري هدومك، اتغدي، ارتاحي، بعدها افصلي تماما وابدأي من المذاكرة. استخدمي طريقة البومودورو، ذاكري 25 دقيقة بتركيز تام بدون موبايل، وبعدين خدي 5 دقايق راحة، قومي اتحركي فيها او اشربي مية. الحركة دي بتجدد الطاقة وتخلي المخ يفضل نشيط. التخطيط بالليل بيوفر عليكي نص المجهود الصبح. حددي اهداف اليوم التالي واكتبيها في ورقة صغيرة. كنت زمان بامسك الكتاب واقعد اقرا الصفحة 10 مرات ورا بعض بصوت عالي، وافتكر اني كده حفظت، وادخل الامتحان الاقي نفسي نسيت كل حاجة. المذاكرة بالتكرار الجاف ده ارهاق بدون نتيجة. عشان تفتكري المعلومات لازم تخلي مخك يتفاعل مع المادة، وافضل طريقة هي التلخيص بالخرائط الذهنية وتدوين الملاحظات. لما تحضري الدرس اجمعي النقاط الرئيسية في رؤوس اقلام واستخدمي الوان مختلفة. لما تيجي تذاكري في البيت جربي تشرحي الدرس لنفسك بصوت عالي. على فكرة كنت باجرّب الموضوع ده مع نفسي في ثانوية عامة وفعلًا فرق معايا جدًا. يعني اشرحي لنفسِك بصوت عالي كإنِّك أنتِ مُدرسة، كإنِّك تخيّلي إن في حد قدّامِك، إن في طلبة قدّامِك وأنتِ المِس وقاعدة تشرحي لهم، أو اشرحي لصاحبتِك أو اشرحي لأختِك. الطريقة دي بتكشف لِك فورًا الأجزاء اللي أنتِ مش فاهماها كويس، وتخلّي المعلومة تثبت في الذاكرة طويلة الأمد. مراجعة 10 دقايق فقط للدرس في نفس اليوم بتثبِّت 80% من المعلومات. المدرسة مش بس كتب ومذاكرة، المدرسة هي المكان اللي بنبني فيه ذكرياتنا، صداقتنا. زمان كنت بعتمد على أي حد يكون جنبي وخلصنا، وعانيت كتير من الناس كانوا بيسحبوا طاقتي وبيشجعوني على الكسل والتأجيل. نصيحتي ليكي السنة دي اختاري صحابك بعناية شديدة. الأصحاب هما اللي بيأثروا على سلوكك وطموحك. دوري على البنات الأخوات اللي بيشجعوكي، اللي لما يشوفوكي بتذاكري يقولك عاش يلا نكمل سوا، مش اللي يقولك كبري دماغك وتعالي نلعب. ابتعدي تماما عن الكل والكل، المشاكل والدراما والحديث عن الآخرين. خليكي في حالك، خلوقة لطيفة مع الكل، ودايما بادرة بالخير. علاقتك كويسة مع المدرسين والزملاء بتخلي البيئة المدرسية مريحة جدا ونفسيتك مرتاحة وطاقة إيجابية. مع زحمة الدراسة والمذاكرة بننسى أهم حاجة، جسمنا وصحتنا. أنا زمان كنت بقعد بالساعات على المكتب وراسي متقطعة ومحنية، وكنت أشتكي دايما من وجع في الرقبة والظهر وصداع مستمر. خدوا بالكم من وضعية الجلوس. لما تقعدي تذاكري خلي ظهرك مفرود ومستند على كرسي، والمواد والملازم تكون في مستوى نظرك، بلاش توطي راسك قوي لأسفل. كمان الحركة مهمة جدا، كل ساعة مذاكرة قومي اتمشي في الشقة 5 دقايق، اعملي تمارين إطالة بسيطة لرقبتك وظهرك، واهتمي بنظافتك الشخصية وروتينك البسيط الصباحي، لأن الاهتمام بالنفس بيدي دفعة ثقة بالنفس وطاقة إيجابية رهيبة بتنعكس على أدائك الدراسي. دي بقى أهم فقرة في الفيديو كله، وركزي معايا فيها قوي. أنا كنت بغلط على نفسي بشكل مرعب، ولما أجيب درجة مش كويسة في اختبار بسيط كنت بقعد ألوم نفسي وأحس إني فشلت وخلاص الدنيا انتهت، وكان بيجيلي حالة فقدان شغف واحتراق نفسيا واعتزال المذاكرة أسابيع. حبيبتي احنا بشر مش آلة، عادي جدا تعودي من أيام مدرسي حاسة بتعب أو مش قادرة تذاكري، وعادي تحصلي على درجة مش عاجباكي في اختبار شهري. الاختبار دي اتعمل عشان نعرف نقط ضعفنا ونصلحها، مش عشان نجلد ذاتنا. لازم تخصصي وقت في يومك أو في نهاية الأسبوع لراحتك وهواياتك، تتفرجي على فيلم، تخرجي مع أهلك، تتجمعي انت وصحباتك، أو تمارسي هواية بتحبيها. التوازن هو سر الاستمرارية، واللي بيذاكر بذكاء ويريح نفسه هو اللي بينجح بتفوق ورضا نفسي. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو دردشتنا الطويلة النهاردة. بتمنى من كل قلب النصائح دي وتجاربي الشخصية تكون فادتكم وادتكم طاقة إيجابية وحماس للبداية. افتكروا دايما إن كل سنة جديدة هي فرصة جديدة تماما عشان نكون نسخة أفضل من نفسنا. اكتبوا لي في التعليقات أكتر نصيحة حسيتوا إنكم محتاجينها السنة دي، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو الفيديو عجبكم. بحبكم جدا، نشوفكم في الفيديو الجاي على خير. باي باي.